وقف الفرح دي، انا بنت عمي مش عاوزها. وقفوا ليه ان شاء الله؟ وازاي عقلك جابك وتسيب عروستك وتيجي مغير البدله ولابس الجلابيه؟ ليه ان شاء الله؟ وايه اللي حصل؟ يا عم انا مش عاوزها، وبيني وبينك انا كارهها، والجواز ده مغصوب عليه. مغصوب عليها؟ ده اللي هو ازاي ده يعني؟ ده ليك سنة ونص خاطبها، جاء في اليوم اللي فيه الفرح دعينا ناس من جميع البلاد. انت عايز تجرسنا ولا ايه؟ لا مش عايز اجرسكم، بس كل حاجه اسمها نصيب. كل حاجه اسمها نصيب ازاي؟ ازاي انا عايز افهم. وبعدين انت واخد بنت عمك، يعني لامم معارك. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، هو انت حد عمل لك عمل؟ وهو اكيد انت حد عامل لك عمل. يعني ازاي عايز تسيب بنت عمك في ليله زي دي؟ عايز الناس كلها تمسك سيرتنا في البلد وتقول بنت عمك اصل معيوبه وفيها حاجه. حصل ولا لا؟ ولا عمل ولا حاجه يا ود ابوي، انا مش عاوزها. 100 مره بقول لكم مش عاوزها، وانتوا خصبتوني. حتى رحت لبست ديبال وقلت لك في يوم الفرح وقلت لك مش عاوزها. خلاص سيبوني في حالي. لا ما هو انت كده هتحسسني اللي مفيش حاجه في عقلك، او انت بمعنى الكلمه مش بعقلك. فانت لازم تفوق كويس قوي. تضربني يا ود ابوي عشان خاطر بنت عمك؟ ده انا عمري في حياتك ما انت ضربتني. تضربني خاطر بنت عمك؟ ليه بتعمل كده فيا يا ود ابوي؟ ليه عملت كده؟ عملت كده عشان ترجع من اللي في دماغك. اعتبرها اختك، والفرح منصوب لها دي كله. هل الناس لو قالت على اختك اللي اختك مش تمام هتقبل عليها؟ بنات الناس مش لعب. هتكشهم الفرح وكل اصل مش عايزها. اسمع، علي الطلاق زي ما تحل وتحرم زي ام اختي. لو ما اخذت بنت عمك مالك ورث ببيتي ولا تقعد في بيتك. واللي انت شايفه يا ود ابوي، وانا سايب لكم البيت وماشي خالص، وسلام. ويكشف في وشك تاني هنا. الحمد لله. نقول لك يا ولد ابوي، قول. انا عاوز اقول لك على حاجه بس ما تكسفنيش. جاء الوقت وجات الساعه ان انا اتكلم من نفسي فيه. انا بنت عمك دي عاوزها وعيني عليها من زمان من قبل سنين. انا كنت نحبها وهنحبها بدرجه فظيعه، بس عين اخويا جات عليها ما ينفعش انا عيني تيجي عليها. صح. فانا البنت دي لازماني، وبنت عمي وفي وشه وقدامي. اما بنات اليومين دول ما يتضمنوش، دي قدام 24 ساعه. وكل ما بنت عمك العمليه ببيتها حتى لو زعلت نقدر ندور الامور. لكن انت الغريبه دي ما عرفهاش جايه منين ولا رايحه فين. برضه كده انت بتفهم في الاصول، مش زي اللي ماشيه دي شكله منظر له على واحده من الشارع من بتوع اليومين دول.